بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ وحشني، عاملين ايه؟ النهارده كده هنعمل القرنبيط اللي طالع ترند على اليوتيوب، وبيقولوا القرنبيط المقرمش من غير بيض. انا عملته نفس الطريقه وهتشوفوه ان شاء الله، تيجوا على الفيديو وتشوفوه، بس حاطه فيه 3 بيضات برضه. ما بحبش انا اعمله من غير بيض خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني. النهارده كده هنعمل معاكم القرنبيط المقرمش زي كنتاكي. بصوا دلوقتي كده انا سلقه القرنبيط اهو، مش مسوياه قوي قوي يعني، مخليها جامد شويه. هنا انا حاطه كوبايتين دقيق، وهنا حاطه كوبايتين دقيق. هنا نفس اللي انا حطاه هنا من التوابل حطاه في الطبق التاني اهو. حاطه معلقه كركم، حاطه معلقه فلفل اسود، نص معلقه بابريكا، حاطه معلقه كزبره، حاطه حبه توم باودر. هنا حاطه بقى توم اللي انا دقاه، اللي هو بتاع الخلطه، بقرن فلفل حامي. ودي حته هريسه، ده في الطبق ده. في الطبق ده نفس الحاجه، بس مش حاطه التومه فيه انا ده. هوريكم دلوقتي هنعمل فيه ايه. كده دلوقتي احنا هنمسك الميه، هربه الاول بميه، وبعدين هحط بالتاني 2. طبعا مش هكتر البيض فيه، هربه وارجع لكم تاني. هضرب اهي الدقيق ده بالتوابل اللي عليها التومه اللي مدقوقه. طبعا انا عملته لكم قبل كده، بس دي الطريقه دي اول مره اعملها. قلنا نجربها كده ونشوف هيطلع حلو ولا لا. همسك بقى البيضتين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اضربه بقى خالص عشان يبقى ما فيهوش اي حتت دقيق ولا اي حاجه. التوابل اللي انا حطاها في الطبق اللي هناك زي نفس الطبق ده، بس اللي انا حطاها هنا زياده حته الخلطه الهريسه والتومه بتاعه القرنبيط، وكل التوابل زي بعضها اهو. هو كده حلو قوي. ننزل كل اللي هنا، هاجي ده وامسكه اروح نسيت اقول لكم، حاطه نص معلقه بيكنج بتاع ده بيكنج باودر، وربع معلقه صغيره كده من المعلقه الصغيره بتاع ده كربوناتو، عشان يبقى هش كده وجميل. هقلب ده كده كله مع بعضه، كل الحاجات اللي هي البودر دي مع بعضها. وكده يبقى عندنا هنا زي ما وريتكم كده الخلطه. هنحط بقى الزيت نولع عليه، وهنبقى مع بعض ونقليه مع بعض كده. هاخد هنا اهو، وبعدين هنزل هنا في الدقيق، وبرده هاخد كده واروح نازله في الدقيق. نروح بقى بايدي دي عامله زي ما بنعمل كده الفراخ، واروح جايه اهو. تعالوا كده معايا، واروح منزله في الزيت اهو. هنجربه وهنشوفه هيبقى مقرمش فعلا ولا لا. هجرب في دول وارجع لكم اهو يا حبايبي. بعد ما قليناه هو فعلا مش وحش، حلو. التجربه دي اول مره اجربها، حلو مش وحش ومقرمش وطعمه حلو، طعمه مش وحش. وده اللفت طبعا ده تاني مره اخلل بعد ما خللته معاكم. تعالوا اتفضلوا معانا، وما تنسونيش بقى في الشير وفي اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.